شاي. اوكي بيبي. اوكي بيبي. ما شاء الله. يا ابن الحلال كل الصور اللي انت حاطهم حاط صورة رجال، عرفت؟ فيعني تشجع ببنتي شيء يبين، فاثنين ما بيقول لك شيلها، اول كنت تشيلها عشان ما تحط هذه الصورة، هذه شو اسمها والله ما ادري وش اسمها، نسيت اسمها. في حاجة هيك. يا هلا وغلا باللي دشوا ويانا. يا هلا 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 بكم. والله يا جماعة الخير دخلت، تدرون ليش؟ يعني أول شيء مطفي المكيف، حلو. ثاني شيء ما جاني نوم لأني شربت الخلطة اللي قبل شوي. قلت يا ولد مالك إلا هيفا، مالك إلا تسوي بث تطلع على متابعينك الجميلين اللي يتمنون بس منك طلة. فديتكم كل أبوكم يموت في كل أبيكم. وأنا أحبكم جدا، أقسم بالله العظيم إني أحبكم. تسألوني شلون؟ هاللون، هالحب من الله. مين ده؟ يقبل، هو بالعادة ما يقبل، لكن نجرب. مثلي من يجربها مش حيقبل، واضح. في مشكلة عندي يا جماعة الخير، ما أدري إذا سويت قبول أي جولة، ما أدري يا أخي فجأة يعلق، ليه ما أدري، والله إنه شيء غريب. هلا يا فهد. أي فهد، أي حسام، هلا أبوي، هلا بكم. لكن الألف كان كيف تدري كان؟ إن أول مرة أدخل معك. والله كيف، أنا إن شاء الله بخير، بس إنه ما هو عندي اتصال، أنا مشكلة صراحة، ما أدري وين المشكلة بالضبط، لا عندك لكن اتصال. عندك ما مشكلة أدري بالاتصال إذا يا قبلت ناصر. جولة هلا يا إيش؟ أحمد. يا جماعة الخير ما يقبل جولات، ما أدري إيش السالفة، ليه ما يقبل الجولة ما أدري، كأنها جايتني عين. يا جماعة الخير اذكروا والله، يا جماعة الخير اذكروا والله، كبسوا، ترى التكبيس زين. ما نبي دعم منكم حاليا، لأني إذا بدخل جولة أنا والله فتحنا الدعم عشان الجولات بس، فما نبغى دعم من أي شخص، لا تكلف على نفسك، الله يجزاكم خير حبايبنا، وش الدنيا بلاكم. ها ناصر قول لي يارا هيفا تحبك تموت فيك. اوكي على الخشم، ابشروا باذن الله، هقول لها يس نزل اخيرا. انا اروح اقول لامانينا نزل يا امانينا، نزل. اوكي امانينا، المقطع نزل 3 ساعات يا رعاك الله، تقدر تشوفينه على اليوتيوب في جميع التفاصيل. Oh my god. وين اقتحام رشرشات؟ ارحمونا يبا. الظهر آرثر، وش ذا؟ هي محارب العلم الزائف، ونعم. ناصر قول لي يارا نورة تحبك على الخشم يا نورة، ابشري. والله اني مرسل ليارا قبل شوي، قلت لها بابا وينك، ما ردت علي، شكلها نايمة والعلم عند الله. حبيب قلبي يا سالم، يا مدري يا سليمة ولا سالم، بخير عساك بخير. من هو؟ ولا حد جاني ولا حد سأل عني.
يا شوقي روحي وقلبي قطعة مني اعدادهم. مرت علي ايام يا جماعة الخير كنت استانس كذا بالبث معكم، يعني وصلت لمرحلة ارتحت لكم حيل ارتحت لكم، لدرجة اني قمت اسوي بث معاكم 24 ساعة على 24 ساعة. تركت الدنيا والعالم وصرت عندكم. تدرون ليش؟ لاني لقيت نفسي، والانسان عندما يجد نفسه ما يبي شيء من الحياة. اكبر نعمة للانسان، خلوني احط لكم موسيقى واسترسل بالكلام. خلينا نحط موسيقى حزينة، مو موسيقى شاعرية، موسيقى شعر. اوكي اسمع يراك الله. شو ممتازة ذي. أنا جدا أحبكم جدا، أنتم غيرتوا حياتي. لما يقولك الإنسان تغير، ترى ما يتغير بيوم وليلة. الإنسان ما يتغير بيوم وليلة أبدا. هناك عوامل كثيرة تخلي الإنسان يتغير، تخلي الإنسان يعيش دور مو دوره، تخلي الإنسان إنسان حتى لو كان مو إنسان. بس وش أقول وش أخلي؟ فيني حزن، فيني ألم، فيني مرارة. تعلمت من التيك توك أشياء كثيرة يراك الله. تعلمت من التيك توك إني أصير زي جراح الهبيدة، بدون إحساس بدون مشاعر. ما متكلموا علي الناس، مهما حاولوا يقللون من قيمتي، مهما حاولوا الآخرين إنهم يضحكون علي أو يقللون من شاني. شو أقول؟ بس لازم الإنسان يصير رجال، ولازم المرأة تصير حرمة، ولازم الولد يصير ولد، ولازم البنت تصير بنت، ولازم الحياة تستمر. وش أقول وش أخلي؟ بس وش أقول وش أخلي؟ خلوني أشيل الفلتر، يمكن الإحساس يكون أصدق. وين؟ شلون أشيل الفلتر؟ شلون أشيل الفلتر؟ مؤثرات. هذه المؤثرات. خلوني أقرب الكاميرا لوجهي عشان أدخل في عينك. مهما حاولت، مهما بنيت، بيجي واحد يوم من الأيام يعفس حياتك. ما بقلت إنك مسيطر على الوضع، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في القرآن الكريم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هي لعبة، لكن منه الشاطر، منه الذكي، منه اللي يقدر يأثر فينا، منه اللي يقدر يوصل لقلوبنا، منه ما في. وإذا وصل لقلبك ممكن تعرف شو يسوي؟ ممكن يأذيك. كثير من الناس فتحت لهم، شرعت لهم لقلبي الباب، ولما دخلوا في حياتي دمروني، تمسكنوا حتى تمكنوا. وهذا أكبر غلط إنك تسلم قلبك لإنسان، لأنه راح يرثع فيك، لأنه راح يوديك الهلاك. احذر واحذري أختاه، أخي في الله، احذروا تسلمون قلوبكم. انتبه، اسمع الكلام انت وياه، اسمع، حطني على بالك زين. ترى إذا سلمت قلبك
على بالك انه يحبك، لا ما يحبك، والله ما يحبك. انتبه، انتبه تسلم قلبك لحد، انتبه تقول لحد انا احبك، تقول له هذا قلبي على طبق من ذهب. بيجي يوم تعرفون كل كلامي هذا من مصلحتك انت وياه، من مصلحتك انت وياه. انتبه، انتبه تحب في هالزمن. ان جيت وافي خسارة، جوك بغموض وجيتهم واضح كتاب، قروك. المشكلة انهم يقرونك وبعد ما يقرونك يقطعونك ويحرقونك. انتبه، انتبه تضحك على نفسك وتحس انك بتعيش قصة حب. انتبه ترى اغلب القصص مزيفة، اغلب القلوب والله ما تحبك، والله ما تحبك لسواد عيونك. مو تدربي راسك. اذا واحدة قالت لك احبك تصير عاشق متيم والهان. يا مخفة لا تصير، دير بالك يضحكن عليك بنات حواء. انتبه يراك الله، انتبه يضحكن عليكم بنات حواء ويضيعون مستقبلكم. والله اني اقول الكلام هذا خايف على رجال هذه الأمة. مهما كان خليك ريال، اصمد، اصبر. الحياة تبغى ريال يكون قلبه حديد، يكون قلبه قوي. وتجيك واحدة تقول احبك تضيع مستقبلك. انتبهوا من كلمة احبك، انتبهوا من كلمة احبك، لان الحب والحرب، الحب حرب، الحب هو الحرب، وبين الحرب والحب حرف الراء. انتبه، انتبه تشيل حرف الراء من الحرب. حياتك عبارة عن حرب، اصمد، لأنك إذا شلت الراء من الحرب صارت حب، ومجرد ما أنها تصير حب راح تحترق. أكثر ناس شفتهم مثلوا عن الحب هم الفن المصري. والله لو تبي تاخذ الدروس والعبر، شوف الأفلام المصرية كيف جسدت لك الحب. والله يا أن مصر وفن مصر هو علم يدرس. تبغى تعرف الحب الحقيقي، شوف الأفلام المصرية القديمة. والله إنها تجسد لك الواقع وتجسد لك المرأة في هذا الواقع. كيف انتبهوا يا معشر الرجال، انتبهوا يا معشر الرجال. أنا خايف عليكم، خايف عليكم، كاتب عليكم. يوم نشوف واحد متغربل، والله المصحات النفسية ما امتلت من الرجال اللي انجنوا ولا بسبب النساء. مجنون ليلى، وش اللي ضيع عقله، وش اللي فقد مخه. ترى اغلب الرجال ينسفه ويصير بدون عقل. تدري السبة والشو؟ سبة واحدة قالت له احبك، والمشكلة هنا انه ما يدري اذا هي انثى ولا ذكر. يا الله يا الله، كم رجل ضاع وانتهى تاريخه بسبب ان واحد جت رسالة بالغلط، ممكن ما ادري من رجال ولا من مرأة، قالت له احبك. طلع في سيارته الظهر يمشي، العرق يصب في وجهه وماسكن الخط ويقرأ كلمة احبك كل شوي طالع لها. ترى الرجال ناقصهم حب وحنان ومشاعر، لانهم تحملوا اشياء كثيرة في الدنيا. صحيح الرجل تحمل اكثر من المرأة. الرجل صار عمره 15 سنة دوروا له على وظيفة،
الرجل صار عمره 15 سنة، صار رب أسرة، لازم يصير ريال. والمرأة تلقى عمرها من تولد حتى تصير جدة، والناس تقول بها ها 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 ها، يدلعونها ويدورون رضاها. اي والله. عكس الرجل، عكس الرجل هالمساكين اللي كله حنان، كله رومانسية. عكس الرجل اللي يا حسرتي عليه الرجل. ايه رفقا بالرجاجيل، رفقا بالرقاقيل ايتها النساء، رفقا بالرقاقيل. ان الرقاقيل في حاجة ماسة الى قليلا من الاهتمام، قليلا من الحب والكبرياء، قليلا من المال، قليلا من عدم الطلبات، قليلا من تخفيف المصروف، قليلا من عدم الشكوى، قليلا من صرف الكهرباء، قليلا من انكم تخافون الله في رب المنزل، ما تطلبونه اكثر من طاقته. لا تقولوا له نبي ونبي. منين يجيب؟ منين هو كله راتب واقساط وديون وكلهم عايشين على الراتب. البنوك عايشه على راتبه، الكهرباء عايشه على راتبه، المياه عايشه، العالم كلها عايشين على راتبه. يا حسرتي يا حسرتي والله اني نصير الرجال اللي ابتلوا فيها الدنيا، ابتلوا فيها الدنيا، وما حد حاس فيكم غيري، لاني منكم وفيكم. يا رب يا رب اديني 10 مليار دولار يا رب، يا رب يا رب ارزقني، يا رب ارزقني 100 مليون دولار، والله لسدد جميع قروضكم. والله ما خل كل واحد ماخذ قرض زواج لسدده، كل واحد ساحب سيارة من البنك لسدد له. يا رب 100 مليون دولار والله لسدد قروض كل متابعيني، طبعا بس متابعيني، خلونا نحط تحت خطين. سادة حلوة تراكب على ريال مو دولار. ارجع لحزني، خلوني ارجع للمعاناة. سائل يقول: ما لا داعي ترقص مع الآخرين. بلاك ما شفتنا قبل، ما شفتنا يوم كنا نرقص في العروس ونهزها كذا، ويجي واحد يدقها ركبة قدام الفنان، قدام لاف اللوفي، والله يجي كذا ويدقها ركبة، وكنا نقول للفنان قصدي اللي يصور بالكاميرا: تكفى صورتني، تكفى طلعت بالكاميرا. يا الله، الحمد لله ان ما كانت في جوالات ذلك العصر. الله، اهم شيء اني انا اضغطكم، اهم شيء. ترى الضغط يولد الانفجار، والانفجار يعطي طاقة. والله يا العقيلي اني بخير، يا العقيلي اني بخير. ما اعرف الا عقيلي واحد، حتى ما اعرفه والله، اسمع فيه اسمه العقيلي بطريف، يقولون العقيلي، محلات العقيلي، مؤسسة العقيلي، فندق العقيلي، والله بس اسمع فيه وادعي الله ان الله يوفقه. دعواتكم للعقيلي، دعواتكم للعقيلي اللي بطريف ان الله يوفقه ويطول في عمره. يا رب وفق العقيلي. والله اني ما اعرفه الانسان، لكنه يمر علي اسمه كثير، يعني في طريف ما اعرف الا العقيلي، واعرف المدوح. المدوح لي قصة معاه، ابوي قال لي اقرا ايش مكتوب، وانا اقول المدوح. قلت المدوح، قال لابوي: هلا الله ابو هالراس، هلا الله ابو من درسك يا ولدي. قلت له: ليه يبا؟ قال: مو هو المدوح، اسمه المدوح. ومن ذلك الوقت المدوح لاصق في راسي وفي خيالي وفي بالي، واسال الله انه يحفظ المدوح يا جماعة الخير. رجل كريم وسخي وله مواقف جبارة. اي والله اني والله ما اقولها الا قالوها قبلي، الناس الطيبين امدحوه، والرجل اللي علمه غانم. اي والله. فابوي سفل فيني اني قلت المدوح بدل المدوح، مسحب كرامتي الارض. من الاشياء اللي تحس في خاطري جدا.
جدا تحس في خاطري. ايه والله تحس في خاطري. سوى نفسه ابوي انشتاين علي. تعرف المدوح المدوح، منو اللي درسك؟ من اللي علمك؟ ما تعرف تقرا؟ يا سافل يلي فيك ما لفيك. كأنه اللي قال سالفتني علشان يسفل فيني. اي والله، والله اني ما انسى يا جماعة الخير الى الان حاجة في خاطري. عشان كذا عمري ما فشلت عيالي من تفشيلة ابوي لي من ذلك الوقت. والله لو يشوفوا ولدي يخطي علي ما فشله، لا والله، لاني جربت احساس التفشيل. جربت احساس كيف واحد يفشلك. كان ابوي. واحد يقول نفسي يزور السعودية، لكن ابوي يقول حتى تكمل دراستك، اسمع كلام ابوك وكمل دراستك، وبس تخلص دراسة انا استقبلك، انا اعطيك، ارسل لك تأشيرة، ارسل لك اللي تبيه، واقول لك تعال يا ولدي حياك الله. والله من ضمن الاشياء اللي ما انساها، كان في شخص مصر تعرفت عليه، كان في ثالث متوسط. والله هو ثالث متوسط، كان يسوي تصاميم عن طريق المواقع. والله لا تستهين بولدك، لا تستهين بولدك. المصري هذا رجل عظيم. تصدق اني عرفته بثالث متوسط 15 سنة وانا اعرفه، 15 سنة. تخلص الجامعة هندسة ميكانيكية وهو كان يصمم لي مواقع، هو الدعم الفني حقي. والله يا جماعة الخير، الإنسان هذا لما خلص الجامعة قال لي يا أبو راشد أنا حاب إني أجي للسعودية، تنصحني أجي للسعودية ولا أروح للكويت؟ والله إلى الآن علاقتي معاه، إلى الآن هو صديقي. تخيل إني قلت له أنا أحبك وأحترمك وجزء من نجاحي أنت، لكن لا تجيني من أول شيء، خلاص جرب الكويت. سبحان الله يا جماعة الخير، الإنسان ذا لما راح للكويت أول ما وصل عند كفيله الجديد زوج على طول زوج بنته. هنا الرجال لما تشتري لك رجل، تشتري رجل عرف إن هذا الإنسان درة، عرف إن هذا الإنسان يشرى بماء العين، فتزوج كويتية، والآن ما شاء الله عنده طفلتين، أسأل الله أن يحفظه ويطول في عمره. خدمني كثير بالحياة والله يا جماعة الخير، تصميم مواقع، استضافات، دردشات صوتية ومنتديات، والله كنت كلها عن طريق هالإنسان العظيم هذا. فأسأل الله أن يحفظه ويطول في عمره. بيجي الوقت اللي راح تعرفون فيه هذا الإنسان أكثر وأكثر. اي والله الآن ما شاء الله مهندس وعنده شركات وما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه الآن. يعني شو أقول لك، يعني أسأل الله أن يزيده من فضله، أسأل الله أن يزيده من فضله. اي والله. فالشعب المصري شعب عظيم يا جماعة الخير، والله إني أقولها من قلب صادق، لأنه ومع احترامي لجميع الدول العربية، لكن أقرب ناس أنا شفتهم وعاشرتهم بالحياة، أقرب ناس يدخلون القلب. والله كل الدول لكن المصريين قريبين لنا. المصريين تحس إنهم هم أم الدنيا. صحيح مصر أم الدنيا، ليه؟ يا أخي تحس إنهم في جميع تفاصيل الحياة موجودين. مع احترامي لجميع الدول العربية أقول من جديد يا جماعة الخير، لكن يا سبحان الله إني أحن للشعب المصري، يعني بإحساس عظيم يا أخي، ما أدري، في انتماء لهذه الدولة العظيمة. يعني أول زيارة لمصر كانت، حتى أنا أقول لكم شيء يعني حسيته حتى لما طرنا لمصر، الطيران سبحان الله في طلوع صعود من طلعنا من مطار الجوف لين ما طبيت القاهرة، وحنا في طلوع كذا، الطيارة في السماء ما نزلت يعني كذا بشكل عمودي. فاللي أنا متخيله، حتى رسمت المشهد كرسم يعني تحليلي، إنه مصر في قمة عالية يا جماعة الخير، تحس إنها في جبال، تحس إنه الجبال، الأرض، طبيعة الأرض المصر مرتفعة، تحس إن السعودية في نزول كذا. فما أدري
من يوافقني بالرأي؟ نبي نسأل علماء الجغرافيا. مصر بارتفاع، أحس مصر في جبال عالية بعيدة كذا. والله يا جماعة الخير الجزائر قرأت عن الجزائر الكثير، وأعجبت بكذا رئيس للجزائر، خاصة في أحد رؤساء الجزائر عظيم يا جماعة الخير، عظيم لدرجة أنه يعني قاوم الاستعمار وحارب لوحده، وكان صديق مقرب للملك فيصل ملكنا رحمه الله. الرئيس الجزائري اكتبوا لي اسمه يا جماعة الخير، غاب عن بالي الآن. شباب كذا مربي شنب له شنب كذا جنتلة، تحس انه صانع حضارة، باني أمة، رحمه الله. لا مش عبد المجيد تبون، لا قبل عبد المجيد تبون، لا قبله. بومدين يا سيف، والله عليك بومدين، الله عليه هواري بومدين. يا الله يا جماعة الخير، هذا الرجل والله إني شاهدت جميع الخطب حقته، والله إني شاهدت جميع الوثائقيات حقته، والله إني شاهدته بكبريائه، بقوته، بهيبته. رجل كان أشبه بشخصية الملك فيصل رحمه الله ملكنا، أشبه بشخصية قوي يعني. كان يمسك يعني، علما أنه يقال أن صدام حسين رحمة الله عليه، شخصية صدام حسين استمدت من بومدين. شوفوا صدام حسين كان صديق لصدام، حتى صدام حسين يقول لك كان يعني البرستيج والكبرياء كان يطبقه من بومدين، والله لدرجة اني قارنت حتى في شخصية بومدين، وجدت انه صدام حسين كشخصية يعني هم كلنا مكملين لبعض، لكنه اخذ من شخصية بومدين. اي والله، فرحمة الله على هذا الانسان العظيم، مات متأثرا. قيل انه تم تسميمه، الله يرحمه يجعل الجنة مثواه. كانت آخر زيارة له عقب يعني عودته من فرنسا، كان راجع في الطيارة، نزل هو في الطيارة صار معاه زي الألم في البطن أو ضيق في التنفس كذا، فرحمة الله عليه، رحمة الله عليه. وكان يعني الله يرحمهم. احنا ما نتكلم، شوف كل إنسان أخطأ في هذه الدنيا، كل إنسان له من الله ما يستحق. أنا لست معجبا إعجاب، بالعكس، لكن أرجع أقول لكم التاريخ لن ينصف. السوشيال ميديا ما أنصفت بومدين يا جماعة الخير. اكتبوا بالله اللي ما شاف الشخصية بومدين يكتب بومدين ويشوف لقائه مع الملك سعود والملك فيصل، تحس انهم سبحان الله كأنهم كانوا جيل واحد، شخصيات واحدة. يعني هيبة العربي الأصيل، هيبة شخصيتهم، كيف بنوا الجزائر، كيف صنعوا الحضارة، كيف ساهموا في نهضة الجزائر بعد الاحتلال وبعد الاستعمار اللي صار في الجزائر. الله عليك يا بومدين، يدرس. والله الدول لا تبنى إلا برؤساء مثل بومدين. والله شخصية عظيمة. وأكثر شخصية أشوفها قريبة لبومدين أميرنا محمد بن سلمان حفظه الله. والله يا جماعة الخير أنا أتوقع كذا، يعني كإحساسي ونظرتي عن ترتيب ويعني شخصية الرؤساء، أن أميرنا فعلا لديه بعض الأفكار المتأثرة بمدرسة بومدين. ابحثوا عنه، شوفوا كيف كان يتعامل، تقريبا نفس الأدوات. نسأل الله أن يجمع الوطن العربي على كلمة واحدة. نسأل الله أن يجمع جزائرنا مع عراقنا مع سوريتنا مع مصريتنا مع جميع الدول على قلب رجل واحد.
وأسأل الله ألا يأخذني من هذه الحياة إلا وأشوف موحد هذه الأمة محمد بن سلمان قدر أنه يجمعنا كما كان يفعل بومدين، كما كان يفعل الملك فيصل، لأن كان هناك هم لهذه الأمة أننا نسمو، ونحن على هذا الطريق بإذن الله تحت قيادة ولي عهدنا حفظه الله أودام ظله. يا أبو مدين أكثر شخصية والله بكيت يا جماعة الخير، اللي يتعمق في شخصية أبو مدين والله يبكي، والله يبكي حرقة وألما على إنسان معجزة. أنا أنظر له معجزة، والله معجزة، لكن هناك من خانه، هناك من خانه. محمد بن سلمان أكثر إنسان يدعم القضية الفلسطينية، أكثر إنسان يسعى جاهدا في أن يكون هو في المنتصف، هو في. أسأل الله أن يحفظ ويسدد خطاه، أسأل الله أن يحفظ ويسدد خطاه. يا جماعة الخير، لا تدخلون، ما قال أبو مدين، لا جاب طاري المغرب. شفت المشهد اللي صار، وشفت لما المغرب دخلت شوي للجزائر، لكن الموضوع تم يعني دمدم عليه، لأن الجزائري مغربي والمغربي جزائري والقلوب طيبة والحياة جميلة. يا جماعة الخير، تحتاج مننا بس أن نعفو عن بعض، نعفو ونتجاوز. اي والله يا سلطان، علشان الضمير. اي حزم الضام. فقريت كثير عن، مو قريت، شاهدت، والله شاهدت وثائقيات كيف كان لابس الجاكيت كذا، لابس بالطو أسود طويل، كان شره في التدخين، كان عنده كبرياء، كان عنده، لكن فجأة بآخر مراحل حياة بومدين أنا حسيت أن الرجل كأنه سحر، كأنه أصيب بمرض غريب، كأنهم زرعوا فيه فايروس، كأنهم وضعوا فيه شيء. حسبي الله عليهم، عصابة الشر والشريرة، عسى الله ينتقم منهم، زي ما أذوا قادتنا، زي ما أذوا عظماءنا. دائما العظماء العرب يتم تصفيتهم بطرق غريبة يا جماعة الخير، والله بطرق غريبة. عشان كذا الحذر واجب، الحذر واجب. اللهم احفظ ولاة أمرنا، اللهم احفظهم من كيد الكائدين يا رب. والله يبكي على بلدي الحبيب مليان خونة. أسأل الله أن يصلح حالكم، أسأل الله أن يعيد شمل هذه الأمة. والله لن تعود الأمة العربية على قلب واحد إلا إذا اتفقنا، وإذا اتحدنا، وإذا آمنا أن أي شخص يثير النعرات ويثير البلابل بيننا وبين أي دولة ما نرد عليه. ما في شيء اسمه أنت وأنت وهذا وهذاك. الله جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، وأكرمنا عند الله أتقانا. متى نصير زي الدول اللي سرقوا علمنا وسرقوا حضارتنا؟ واحد يقول تعديت 7 دول خلال ساعتين، لا في لا جمارك ولا حدود ولا شيء. متى تجي الساعة اللي يركب فيها الموتر يا رعاك الله واضربها من الأردن إلى سوريا إلى فلسطين؟ متى؟ إلى فلسطين، إلى إيطاليا، إلى
المغرب إلى الجزائر إلى ليبيا، متى يجي الوقت؟ ترى هنا الحرب الحقيقية على الاقتصاد. تعرف يوم تنفتح الحدود قدامك ونصير كلنا خليط واحد، كلنا عبارة عن جسد إذا اشتكى منه عضو، يقول النبي إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يعني إن الله يشفينا كلنا. متى ندعي لبعضنا؟ يقول أصدق ما يدعو به المؤمن لمن أحب هو أن تدعي لمن تحب بظهر الغيب. أصدق شيء إنك تدعي للي تحبه في ظهر الغيب، تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، يا رب وفقنا، أفشوا السلام. حنا ما عاد فينا سلام، ما عاد فينا، كل واحد يحب إنه يملك، يحب إنه يكنز، يحب إنه ياخذ. صار تنافس بالحياة لدرجة بشعة. صار التنافس بالحياة، بيتي أحسن من بيتك، سيارتي أحسن من سيارتك، وكل واحد يبغى يدمر الثاني عشان هو الأحسن، هو الأفضل. ولما تروح تجلس في خيمة بالبر تحس إنك ملكت الدنيا، راحت بال وحياة جميلة. بس شيء يعور القلب، الله يعور القلب. والله إني في يوم من الأيام افتتحت موقع وأسميته مجمع كل العرب. كان فيه كل دول العالم وخاصة الدول العربية كانوا يديرون هذا الموقع، مشرفين من الجزائر، من المغرب، من الأردن، من سوريا، من العراق، من الكويت، والله يشهد على ما أقول أن كان عندي مشرفين من جميع الدول العربية، يشهد الله على ما أقول. يا زمان الويل شيل الأغنية واعتبرني تايه الخطوة هبيل. المشكلة تعرفون فين؟ أنا أقول لكم المشكلة، يعني لو قلنا الآن للأردن تعالوا صيروا السعوديين، ونقول لمصر تعالوا صيروا السعوديين كلكم، ونقول العراق تعالوا صيروا السعوديين كلكم، ما يرضون، ما حد يبغى يصير تحت راية حاكم واحد. تخيل العراق تصير السعودية والأردن تصير السعودية، حنا قلب الجزيرة العربية. يا أخي ليه ما تتفقون على أن يصير ملككم واحد، ملكنا واحد، محمد بن سلمان، تحت راية واحدة؟ ما حد يرضى، كل واحد يقول لا أنا الأفضل. طيب خلونا نتصالح، خلونا كلنا كذا. محمد اسمه محمد، يكفي ولي عهدنا اسمه محمد. يا أخي محمد ما يذكرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، محمد خير البشر. لا نزكي أحد، ولكن خلنا نقول خلي العراق رؤساء وزراء يتفقون يقولون نبغى ننضم للمملكة ونصير تحت راية سلمان ومحمد، والأردن كذلك، ويصير الأمر الإداري من المملكة ينطلق لجميع الدول هذه اللي تصير إدارية كذا، تصير نفس بريطانيا. ليه؟ مو ليش يعني إن الملك سلمان أفضل خلق الله؟ يكفي اسمه خادم الحرمين يا رجل، خادم الإسلام والمسلمين. تخيل واحد يقولك أنا خادم الإسلام والمسلمين. والله لو إني من كل رئيس في الدول العربية إني لا أجي وأكتب له تنازل، مو تنازل عن الشعب، لا، أكتب له تنازل عن صلاحيات الإدارة، الاقتصاد، وأقول له حنا تحت ولايتك، تحت قيادتك، وتصير ميزانيتنا واحدة، وتصير كل شيء يصير واحدة. تخيل أن الملك يوم يقول زيادة الراتبين زيادة للأردن وزيادة للعراق وزيادة لمصر، ويصير كلنا ميزانية واحدة، والله العظيم. تخيل أن رئيس مصر ورئيس سوريا والأردن
يصيرون كلهم تحت قيادة محمد بن سلمان كقيادة حقيقية، ونصير كلنا أمة واحدة حقيقية. يا أخي سوي تنازلات علشان شعبك. دولتنا غنية الله يحفظها، تحتاج بس شوي مصداقية. اصدق معي. ليش الغرب يجونا من هناك؟ مو يعني هم أذكى من بعض الناس اللي حولنا. يتمنون ان حدود السعودية، امريكا تتمنى، امريكا تدعي الله انها لو انها العراق او انها الاردن او مصر، تتمنى الاردن بقصى امريكا بقصى الدنيا وقدرت انها توصل له. ليه وصلت لقلوبنا امريكا؟ مو علشان انها افضل خلق الله، لا، قدرت تقول لك ابشر سم على هالخشم. لا، عندنا هنا العروبة عندهم عزة نفس، يقول لك لا أنا ما أقدر أصير تحت راية محمد بن سلمان لأنه أصغر مني. يا رجل بايدن عمره 90 سنة جاء مهرولا من أمريكا، جاء مهرول لمحمد بن سلمان. والله أنتم اكسروا الحاجز يا أخي. لابد أن تكون هناك. طارق بن زياد عمره 16 سنة فتح الأندلس. حنا بس باقي كلمة بس من رؤساء الدول العربية انهم يصيرون تحت راية واحدة على قلب رجل واحد اسمه محمد بن سلمان. يقولوا له يا ابن سلمان وكلناك، مو شؤون الشعب، لا، حنا تحت امرك باللي تامر عليه واللي تقوله. سياستنا واقتصادنا سم، لو تبي تغير الحكم عندنا غيره. وش تبي اكثر من كذا؟ والله لا يقول لكم ها ما يبي شيء منكم. لكن كل واحد يقول لا أنا أفضل، كل واحد يقول أنا ما في أحد يجي بعدي ولا قبلي. أي والله ما هو غلط. لو الإمارات انضمت للسعودية والكويت أيضا انضمت للسعودية وقطر انضمت للسعودية وصرنا كلنا دولة وحدة يا أخي، ابن للأجيال. بعد 100 سنة تصير دولة عظمى، دولة قوية، ما في فرق بين إماراتي ولا سعودي ولا، خلاص تندمج. أنا شفت تقرير كامل يقول لازم مثل الدول هذه تندمج، مو تذوب في المجتمع السعودي وتصير إدارتنا واحدة. ما شاء الله آل نهيان وآل مكتوم عندكم خير وعندكم كل شيء، ما شاء الله عليكم، ما انتم محتاجين شيء، محتاجين بس انكم توجهون اتجاهاتنا كلها تصير تحت راية محمد بن سلمان. ترى انا قاعد اتخيل انه الحياة تكون بهذه الطريقة. يا الله، نصير زي اوروبا كذا، وعينا زايد، اوكي، متفتحين، اوكي، يجتمعون رؤساء الدول العربية في جامعة الدول العربية، كلهم يحطون تنازل لمحمد بن سلمان. أبد يا قائد الأمة، سر في السفينة، سر في سفينة الأمة العربية. يا سلام، تعرفون أن الوطن العربي كله مجتمع على بعضه ما نجي 250 مليون، بينما باكستان الحالها 300 مليون. تعرفون لو اجتمعنا كلنا صرنا يعني تحت زعامة محمد بن سلمان، هنا تصير الدولة العربية عدد سكانها 300 مليون. 300 مليون عربي تحت راية محمد بن سلمان، تحت رهن إشارته. تتوقعون الحلم هذا يصير حقيقة؟ يا الله، ترجع الدولة كذا نظام الخلفاء الراشدين، يحكم هذه الأمة الإسلامية رجل، وبد كل واحد ياخذ حقه في هالحياة، تنفتح لنا الأبواب نشوف الأرض بالطول وبالعرض، ما حد يقول لك وين رايح يا رعاك الله، وين رايح؟ والله طالع للعراق، منين جاي؟ من تونس. من وين جاي؟ رايح الموريتانيا. من وين رايح؟ توني جاي من السودان، شاري لي والله أرضين بالسودان وأرض في لبنان وشاري لي أرض في الأردن. سعادة وحياة.
إيه، بيجي يوم وتزين الامور ان شاء الله. بيجي يوم الوعي العربي اذكى من الوعي الاوروبي كله. هؤلاء كلهم مهما كان وعيه كبير وفاهم ما يقدر للوعي العربي. نحن مغيبين، منومين مغناطيسيا، والله منومين مغناطيسيا. كل ما في الامر اننا منومين مغناطيسيا كشعوب. المشكله احنا صارت فينا وين كشعوب. بدا العراقي يسب السعودي يسب اخوه الثاني وكذا، وكل واحد يقول انا افضل، لا انا افضل، انا اقوى. وبدوا يحطوا لك افضل الجواز حطوا الجوازات مراتب علشان يصير تنافس. هم سووا لعبه علشان يضحكون على الشعوب العربيه. اقوى جواز الاماراتي يدخل 200 دوله، ويليه الجواز الامريكي، وحاطين لك اخر جواز الجوازات العربيه. ليه حاطين جوازات العربيه؟ لان بس الدول العربيه ما يدخلون البعض، بس الدول العربيه ما يزورون بعض. الشعوب العربيه تنتفض على حكامها، لا تنتفض على حاكمك، لا تنتفض عليه. انتفاضه اغلب الشعوب العربيه هي اللي سوت تراجع. انت تنتفض على الحاكم حقك، انت تخسر كل شيء، انت تفقد كل شيء. قدروا انهم يخترقون العالم العربي. الشعوب على فكره، الشعوب ترى يعني انا اشوف ان يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل. القبائل كانت اكثر شيء في الجزيره العربيه. الشعوب مثل العراق، مثل مصر، مثل سوريا، مثل ليبيا، شعوب امتداد الشعب يكون امتداد لنسيج واحد لطيله خلينا نقول مثلا 1000 سنه. اخترقوا الشعب، يعني زي شعب مصر اخترق شعب العراق. ليه؟ بينما القبائل قدرت انها توازن تثبيت الاشياء، يعني مو زي اللي انجرفوا. يعني مع احتراماتي للي انجرفوا، واللي ان شاء الله ان الله يعيد لنا ما خسرناه بخير وسلامه. فعشان كذا هذه شبه الجزيره يا جماعه الخير هي مهد القوه ومهد الحكم كان في هذه المملكه العظيمه. عندها اتزان، عندها رؤيه. لا تقول لي والله الحكم الجمهوري كويس. لا يجيني واحد يقول الحكم اوكي حكم جمهوري، يضحكون عليكم بس علشان يحطون عندكم فيلم ويلا الليل والنهار. شوفوا مجلس الامه كيف بالكويت، افلام طلعوا افلام. والله لما تكتب مجلس الامه قبل، طبعا الغوه الان مجلس الامه الكويتي، الغوه. تخيل انه كانت افلام يا رجل. مجلس الامه الكويتي تدخل كانك قاعد تتابع مسلسل خالتي قماش، يتهاوشون يتصاقعون وفيلم هوش الحمد لله ما عندنا في السعوديه الاشياء هذه. ليش؟ لانه اي شيء تحطه على قولتهم نظام ديمقراطي يضحكون عليك، يضيعونك، والله تضيع. اللي يقول ان الكويت بعد نظام الاميري اللي اصدر انهم يحلون مجلس الامه ان الكويت ضاعت، لا والله ما ضاعت. والله الضياع كان اول لما تشوف المجلس الامه ولا يبثونه على الهواء مباشره. يا اخي انتم قللتوا حتى من المشهد السياسي. والله العظيم يا جماعه الخير، حتى في الاردن يعني مع احتراماتي للشعب الاردن يتخانقون يطاقون على الملأ. يا ربي فضايح. ليه كذا؟ ليه تشرون غسيلك امام الناس؟ ليه ما ادري. نسأل الله ان يحفظنا ويحفظ اليمن ويحفظ جميع الدول العربية. والله العظيم يا جماعة الخير ما ادري ايش اقول ايش اخلي. انا حزين جدا، حزين، لكن في نفس الوقت انا عندي امل انه نحن قادرون. يا رجل كيف احنا الان 300 في البث، 300 ما نقدر نتحد ونقول نحن على قلب رجل واحد؟ لازم ننشر السلام، ننشر المحبة، نوصل رسالتنا للحكام العرب، نقول لهم اتفقوا على انكم تصيرون على قلب رجل واحد، تنهون الخلافات السياسية، تنهون مفهوم الحدود والجمارك، وتصيرون تحت راية السعودية. وين المشكلة؟
ما حد يطلع. شفت لو يطلع واحد يقول وحدوا الصفوف أيها يا زعماء العرب وكونوا تحت راية محمد بن سلمان، لا ليه ما تصير فيلم هندي، يصير فيلم هندي والله العظيم يصير فيلم هندي. ليه السعود؟ لا مصر حنا أقدم، العراق حنا أحضر، حنا الحضارة. كل واحد يقول كذا، كل واحد رسم بمخيلته إن طيب أوكي عط فرصة لهذه الدولة اللي خلينا نقول إنها نشأت بتطور بحضارة، خلونا نقول نشأت على بحر من النفط، على بحر من المال. وجهوا جهودكم وصيروا تحت هذه الراية، صيروا تحت هذه الراية، والله ما تخسرون شيء. والله رسالة وجهها لجميع المسؤولين في جميع مناصب الدول العربية. وش تبون من الحياة؟ تبون بيوت؟ تبون مزارع؟ وش تبون؟ كل شيء بتاخذونه، كل شيء لا انتم مو كل شيء بتاخذونه، وكل شيء بتحصلون عليه لما تصيرون تحت إدارة واحدة. إيران عندها مخطط انها تصير ترجع كالدولة الإيرانية اللي كانت ممتدة لجميع الدول. لا حنا أذكى من انه تجينا دولة وتستعمرنا من جديد، أذكى من العثمانيين اللي أحلوا الدولة العباسية وأحلوا الدولة الأموية. كنا دولة يا رجل كنا دولة أموية. تعرف كلمة ضربنا باب الصين، كنا بنحتل الصين يا رجل. هذه حق التيك توك الله يحفظه. تحياتي للشعب الصيني، والله انهم ناس يا جماعة الخير. بمدحهم شوي اخاف يقلبون الفروة علي. يا جماعة الخير الصين عندهم حساب في تويتر اسمه الصين باللغة العربية. يا جماعة الخير والله لو ترد عليهم يردون عليك. اقسم بالله. فنحن امتداد لإرث إسلامي عظيم، امتداد الدولة الأموية والعباسية. يا رجل نحن كنا نحكم الأرض إلا خطوتين، ويننا؟ فجأة تغيرنا، فجأة انقلب علينا. نقدر نرجع ونحكم العالم بأخلاقنا، بتسامحنا، بحبنا، نكسر كل الحواجز ونصير كلنا قلب واحد. نرحب بكم أعزائي المشاهدين من جميع أنحاء الوطن العربي في مدينة عرعر. اللي يقدر يجينا في عرعر حياه الله، من العراق، من تونس. قبل قليل شاهدت الراوي نايف حمدان، تعرفونه، كان في عرعر بالأمس، كان يصور قدوم الحجاج العراقيين. أنا يعني بكل أمانة أشكر أمانة عرعر اختيارهم للمؤثر نايف حمدان. يا أخي فعلا تحس أنهم بقلبي اختاروا شخصية قبولها عند العالم الكل يجمع على محبة نايف حمدان. فأمس كان نايف حمدان من ضمن الأشخاص، طبعا يعني ما أنسى أميرنا حفظه الله، هو من الأوائل في استقبال الحجاج سنويا، استقبال حجاج بيت الله. لكن بالأمس كان نايف حمدان يغطي حضور الوفد الحجاج إلى مدينة عرعر. بالله اكتب الآن، يمديك تدخل اللي عنده سنان بيكتب نايف حمدان ويشوف كيف الشعب العراقي كيف داخل إلى عرعر، وكيف رايحين كذا بكل يمن وبكل سهولة وبكل راحة لحجاج بيت الله الحرام. فشكرا أمانة منطقة عرعر، أنا أشكرهم، أشكر الأمانة وأشكر القائمين على التطوير في المنطقة، إنهم فعلا اختاروا شخصية رائعة وعظيمة مثل نايف حمدان. وأيضا كل الشكر للناس اللي جالسين يعني يعطون من وقتهم. في ناس كثير والله يا جماعة الخير من اللي شفتهم متطوعين، والله إن أغلب الناس اللي كانوا في المنفذ واللي يستقبلون الأخوة والأخوات العراقيات متطوعين، يعني حب إنه يستقبل هذا الشعب العظيم ويرحبون فيهم ويهدونهم الورود ويهدونهم الهدايا كذا، كحب بين دولتين ما يفرق بينهم إلا شريط حدودي. فكل الشكر للقائمين في منفذ الحديثة من أفراد الجوازات، الجمارك، المؤثرين في السوشيال ميديا.
شيء جميل يا جماعة الخير عندما ترى مثل هذه المشاهد. ونتمنى أن الله يصلح حالنا وحالكم، أتمنى أن الله يصلح حالنا وحالكم. صوب إيدي والخاتم ذا، والله تستاهل. لو قريب عندي والله لا أرسل لك إياه. والله كان عندي محل خواتم، لكن اللي صنع الخاتم هذا مات. الله يرحمه ويغفر له ويجعل الجنة مثواه. لا والله ما خففت بيبسي، هذا البيبسي البيبسي رفيقي، البيبسي رفيقي. والله بلاني بحب البيبسي، والله بلاني بحب البيبسي. أبي بيبسي. أتوقع أني بكرة إذا خرفت بكرة أقعد أصيح أقول جابوا لي بيبسي. يا رب يا رب لا تردني إلى أرذل العمر، يا رب يا رب يا رب لا تخليهم يضحكون علي إذا كبرت، وإذا بلغ الرأس شيبا، وإذا يا رب. يا جماعة الخير أنا لما يقولون مقاطعة والبيبسي، والله ما يا أخي مقاطعة شلون؟ إذا هو صناعة سعودية، البيبسي صناعة سعودية، شركة الجميح. يعني تخيل إني أنا أقاطع شخص ما له ذنب اللي قاعد يقولونه. وش مقاطعته يا جماعة الخير؟ ترى أحيانا إحنا نقاطع الشيء إذا ارتفع سعره نقاطعه، إذا ارتفع سعره نقاطعه. يا يوسف، تدري إن عندي ولد اسمه يوسف؟ يا يوسف آخر أبنائي اسمه يوسف. تدري إني ما شفته صار لي 2 سنين. تدري إني ما عطيته حنان الأبوة صحيح، ما مديته أسأل الله أن يحفظه، أسأل الله أن يحفظه ويطول في عمره. موجود في رعاية الله، موجود. الوحيد اللي ما سمعته يقول لي بابا يوسف، كلهم سمعتهم. يوسف عمره 4 سنين، يوسف عمره 4 سنين ما سمعته يقول لي يا بابا. يوسف انولد قبل كورونا ب2 شهرين، والله اني اشتاق لبعض الاشياء مع انها بسيطة. يا بعد قلبي يا يوسف، فديتك يا بابا انت، الله يحفظك يطول لي في عمرك. يا قلبي انت يا يوسف، يا حبيبي يا يوسف. يا جماعة الخير ثبت لكم رد يوسف يقول لي يا بابا. تابعوه علشاني، تابعوا يوسف علشاني، فديته. أبغى 100 يتابعونه بس كذا هدية ليوسف، فرحوه زي ما فرحني يوم قال لي بابا. بعد قلبي داود الخالد، حتى نحبك. هو يوسف اللي قال بابا، ذكرني بوليدي يوسف. حي وبخير وبصحة وبعافية، لكني والله ما شفته يا جماعة الخير من 2 سنين. يشهد الله آخر مرة جاني فيها كان ما يسولف. في ناس كثير يقولون يشبهني حيل يوسف. وأيضا عندي ولد اسمه مشهور، بعد حبيب وقادح وساطي. إن شاء الله تشوفونهم مع الوقت، إن شاء الله مع الوقت، سواء كنت على قيد الحياة ولا ميت بتشوفونهم بيطلعون. عيال ناصر عيال ناصر بيأذونكم، والله بيأذونكم.
واحد يقول ليه مشغل موسيقى تستعطف الناس؟ والله ما استعطفت احد. اللي يستعطف الناس يطلب منهم فلوس، يقول لهم اعطوني ادعموني. والله ما ابغى شيء من احد انا، والله يكفيني اني جالس في هالساعة الثانية واتكلم كاني قاعد اتكلم مع نفسي، لكني اشوف ردودكم. والله اني احزن يا جماعة الخير، احيانا احزن كذا. ترى الحزن، انت تحزن اذا انت انسان. لا والله يا سامي الشمري ما جتني فلوسي، لكن دق علي شخص تعرفون اسمه احمد الانصاري، محامي. تعرفون اني ايش قلت له؟ والله يا جماعة الخير شوفوا، بسمعكم ردي عليه. خلنا اسمعكم ردي على المحامي احمد الانصاري. شوفوا ايش قلت له، اسمع. هذا اخوي احمد عبد الرحمن الانصاري، الله يسعدك. كيف حسيت كلمة الانصاري؟ اسمع. هذا اخوي احمد عبد الرحمن الانصاري، الله يسعدك. كيف حسيت كلمة الانصاري؟ بطاقة حلوة كذا، احس انك رجعتني للعصر النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا اخوي ما ادري ايش اقول لك. كلمني المدير بعد المقطع اللي نشرته، مدير البنك، وقابلني واخذ مني بعض الاوراق، حلو. وكلمني شخص بالبنك المركزي. فهذا المحامي حاليا اسمه احمد خلينا نوريكم صورته، احمد الانصاري هذا هو. فقبل شوي والله مرسل لي رسالة على اساس انه يقوم في الموضوع اللي بيسوي لي. فأوجه رسالة شكر وتقدير لأحمد الأنصاري، وأقول الله يعطيك العافية، الله يكثر خيرك، ما قصرت. شو أسوي يا أم هينو؟ شو أسمي يا أم هينو؟ يا فديتك يا فخر حرب يا قلبي، لا تحزنوني أكثر، أنا بخير دائما أشوفكم. أنا بخير. أعمل زوم أكثر على وجهي يعني كذي. طيب أنا مشكلة إنه الستاند معلق في السرير، ويوم يتعلق الستاند في السرير كل ما يهتز كل شيء فيني. خلونا أطعج الجوال شكلي. مليت من المداهمات، مليت من كل شيء. والله أحسك أبوي، أنا أبوي اللي استشهد، الله يرحم أبوك يا حبيبي. والله إني أنا أبو الجميع، أنا أبوكم كلكم اللي في عمر عيالي، واللي أقدر أقدم لكم مع مرور الوقت والحياة راح أقدم لكم بإذن الله تعالى. لا يوسف، لا يوسف، لازم تكون هناك يعني خلفية حزينة، لازم أبين للعالمين أنا عبارة عن لوحة فنان تشكيلية، كل ما فيني عبارة عن إحساس، مشاعر. في عيني اليسرى عجاج السنين، وفي عيني اليمنى من الورد بستان. إن شاء الله إن الله يرزقني 100 مليار وإني ما أقصر مع أحد بإذن الله تعالى. في أشياء كثيرة تمر على الإنسان ما يحس فيها. تعرفون متى يحس متى يستشعر؟ إذا ذاق من نفس الكاس اللي ذاقوه قبله. تجي على الإنسان لحظة ما يعرف نفسه فيها، لأنه ما كان حاسس بالدنيا حساب، ما كان متوقع أنه الألم بيجي والفراق بيحل عليه. يقول عاشر من تحب فأنت مفارق، وعش ما شئت فإنك ميت. تخيل أن الإنسان يولد وهو يصيح يبكي
يبكي لأنه جاه غصب عنه، ما جاه بأمر منه ولا جاه برغبته. ولد تبكي يا رجل، تبكي، ما ولد تضحك. عمرك شفت واحد ولد يقول ولد تبكي تصيح، ما أدري ليه تصيح، لأنك رايح المكان ما تدري وينه. كنت مستانس في رحم أمك، الله يرحم أمك وأمه وأم الجميع. كنت في رحم أمك نطفة تسبح، أكلك يجيك وانت ما تدري كذا، كأنك في الجنة. ويوم انطلعت على طول مسحبوك، مسك الدكتور، أو تدرون أن الدكاترة أول ما تطلع من بطن أمك يصفقونك على ظهرك، يصفقونك على ظهرك، يضربون أول ما تطلع يضربونك. ليه؟ ولا تلقاه يمسك مع رجلينك يقلبك ويضربك على مؤخرتك. ليه؟ يقول علشان هذه نفس ايش يقول لك؟ يقول لك هذه الحركة نفس عملية علشان تصير كذا، يعني ما أدري كيف. الحركة هذه بحد ذاتها تخليك إنسان بلا مشاعر مدى الحياة. في الدول المتقدمة تلقى الوحدة تولد في بانيو الحالة ما عندها أحد، ويطلع ولدها يضحك. لا احنا عندنا أول ما تولد ياخذونك كأنهم عصابة، يخطفونك، يركضون فيك الدكاترة والممرضات، ياخذونك ويضربونك ويشنقلونك مع رجلينك. والله إن عمليات الولادة عندنا فيلم رعب، أقسم بالله. يمكن الطفل تصير معه حالة نفسية وهو تو مولود، ينفسون فيه وتو مولود. الله يرحمنا برحمته. ايه حجم الضامي، ايه حجم الضامي. والله اني ازعل على الاطفال اللي تولدوا ويهسترون فيهم. نسأل الله ان يرحم اطفال المسلمين. ترى بس اطفال المسلمين هم المتعذبين، اطفالهم هم غربيين يولدون على بطريقة غريبة يا جماعة الخير. والله شفت ولاداتهم انهم يولدون بطريقة غير ولادتنا، غير ولادة اطفالنا. اطفالنا يا حسرتي يوم يولد الطفل يهبلون فيه، لا وتلقاه يولد تصير معه فتحة بالقلب، ولا يولد وتصير معه خلع بالكتف. ليه؟ لأنهم تلتلوه حسبي الله عليهم. اي والله. واغلب ولادات الربع اللي عندنا قيصري. يا الله نسأل الله الرحمة والعافية. بينما في الدول الغربية تلقاه هي تمشي تولد. ما لا داعي يا جماعة الخير. حجم الضامي. من قال لكم اني قاعد ابكي يا جماعة الخير؟ انا عيوني كذي مير سنه عجاج وسط صدري اكنه يعني اشرب هواء. بس بابا وفر. اوكي حبيب قلبي يوسف، ان شاء الله بوفر دميعات بكره. بكيت الحسين، أسأل الله أن يرحم الحسين والحسن وعلي وجميع صحابته وبيت رسول الله. احذر من نشر الأغاني. بارك الله، شكرا لك يا أخي بالله. أقول لكم شيء يا جماعة الخير، تعرفون وش اللي ضيع الأمة الإسلامية والعربية؟ والله ضيعها شيء واحد. تدرون وش اللي خلانا متناحرين وفكك اللحمة الوطنية بيننا؟ الناصحين اللي يجي ينصحك قدام الناس، اللي يجي مسوي فيها إمام المرسلين ويجي يقول لك حلال وحرام وضاعت حياتنا ما بين حل وحرم ورحنا بها. اي والله. دع الخلق للخالق، دعوا الخلق للخالق. يا رعاك الله أنت وياها.
حبيب قلبي داود، والله اني اتشرف فيك، والله تعال لعرعر، والله ان بيتي يرحب فيك، ولك الإقامة ولك السكن ولك اللي يقوم في واجبك. اي والله يا أمينة، والله الجو في الشمال مطفي المكيف، مطفيه لأنه صار له 3 أيام شغال، أحس الغرفة كأنك في الاسكيمو. خلاص ما راح أتكلم. تأملوا وجهي، واللي مو حامدنا الله يوم يشوف وجهي يقول الحمد لله، واللي يشوف وجهي وما استغفر يستغفر الله، واللي يشوف وجهي وما ذكر الله يذكر الله. كان حلمي وانا صغير اصير فنان، اصير ممثل. سبحان الله تحقق حلمي بالاخير، قمت اطلع على التلفزيون، قصدي قمت اسوي بثوث. الله جاب لي بث كامل، قمت افتح بث، انا ابث متى ما بغيت، افلم متى ما ابغى افلم، اسوي قصص واعيشها لحالي. بيجي اليوم اللي تنتشر فيه مقاطعي وصوري في كل مكان، والكل كان يقول هذا هو اخي جنبي، شد عضلي يا جماعة الخير، شد عضلي، شد عضلي بجنبي. اقسم بالله شد عضلي جاب جنبي. في واحد كاتب يقول تمثل متى ما تبي، تمثل بكيفك. اي والله يا جماعة الخير، احدى نسائي سامحهن الله قالت عند الشيخ: يا شيخ لا تصدق كلامه تراه ممثل. اي والله. قلت له: يا شيخ سجل الكلمة هذه عندك، تقول عني ممثل. وانا هلها وقعد ابتس عند الشيخ، والشيخ يقول لي: لا تبكي يا ولدي انا معك، لا تبكي يا ولدي انا معك. مرة مثلت على أبوي إني مريض، قلت بطني يوم توجعني بطني، وأبوي يجي يزدخني للدكتور، هو يجيني دكتور سوداني. ما أنسى ذلك الموقف، جاني الدكتور يشيك على بطني، المهم يضغطني من هنا أقول له يضغطني من هنا أقول له وعلى طول الدكتور يشكل ذيك اللجنة، ويجوني اخصائيين 10 دكاترة تجمعوا علي، طق اللي يقول لابوي وقع، قال ابوي ايش فيه؟ قال معاه زايدة اذا ما سويتها الان تنفجر. وانا اموت من الخوف، قلت وين الزايدة؟ انا اللي قاعد اقول لهم بطني توجعني ما فيني شيء. والله كان هذا اسوأ فيلم اسويه بابوي، يوم قلت له بطني توجعني والدكتور قرر على عملية. والله يا جماعة الخير قال لابوي، المهم غطوني كم إبرة، عطوني تقريبا 6 إبر، طراع المؤخرة مع كانت بالورك، مغطوني كم إبرة، أحس الإبر نار، أحرقني حرق، أحس إن حرارة ما هي إبرة ذي، نار تقل أسيد. قال الآن حنا عطيناه مهدئ مدري إيش، عمليته الصباح. أنا دخت نمت، بس أسمع ماني أنا خفت يا جماعة الخير. عطوني الإبر والعملية في الصباح، وأبوي ودعني وخلاني في المستشفى راح أبوي وخلاني. تدرون صار فيني؟ أنا انجنيت، قاعد أقول معقولة فيني زايدة وما أدري عن نفسي، معقولة أنا كنت مريض وما أدري عن نفسي. يا ربي أنا اللي سويت الفيلم هذا، يا رب إنك تعلم إن ما فيني شيء. وعليكم السلام يا HO.
وعليكم السلام. خلاص كررت 10 مرات قلنا وعليكم السلام. المهم اني قلت يا رب انك تعلم ما فيني شيء، معقول انا مريض. المهم تجي الساعة 12 في الليل، وتجي الساعة 12 في الليل وانا على حاطين في يدي مغذي وحاطيني على اجهزة مدري ايش كذا عند قلبي، وانا اصحي الساعة 12 في الليل تقول ذيب ان اقول ها، وانا اشيلكم الاجهزة مني وهجي من المستشفى يا رعاك الله. والله العظيم اني هجيت من المستشفى. كنت في صف اول متوسط وهجيت على رجلين الساعة 12 في الليل، وبيتنا عن المستشفى قلعة وادري. اي والله. وامشي بالليل امشي. وصلت بيتنا الساعة 2 بالليل، ادق الباب ما حد فتح لي، واطبق من فوق جدار. ضحكتني كلمة مقاسي. اقسم بمن احل القسم، اقسم بمن احل القسم من القصة هذه حقيقة. اقسم بمن احل القسم اني هجيت من المستشفى. خلنا نقصر للحزن شوي. انا اقسمت لكم بالله اني هجيت من المستشفى الساعه 12 بالليل، وصلت بيتنا الساعه 2 بالليل، ادق الباب ما حد فتح لي، طمرت من فوق جدار ودخلت البيت زين، ورحت على طول كذا لغرفتي ونمت. المهم نمت زين. ابوي الله والله ما حد صبر علي بالدنيا كثر ابوي راح على اساس اني بيروح الصبح للمستشفى يشوفون عمليتي. الا امي تقعد تصيح يا ويلي هذا وش جابه، وامي تصيح وابوي يتجمعون علي. اقسم بالله ان امي قاعده تصيح تحسب لي جني. يا ويلي هذا منين جاء يا راشد كانها تقول يا حليب السعوديه. ويجي ابوي طاير ايش فيه؟ قال يلا، ويقعد يسبني يا ابوي يا ابني لا وش جابك؟ قلت له ابي اعترف له، ابي اقول له اقسم بالله ده انا كذاب. بس والله ما قلت له انا كذاب، قلت له والله ما فيني شيء بالليل، قعدت بطني ما فيها شيء مدري وش يسوي لي عمليه يشقون بطني مدري. والله يا جماعه الخير، فكانت هذه اول فيلم انا مثلته صراحه. احيانا تمثل حلو وتجي على راسك، يعني مثلت ودوني المستشفى مغطوني ابر، العنو مترسي فوق انه مغطوني ابر وخدروني ونمت. جيت من المستشفى والله العظيم ان المستشفى انا اللي عرفت، اللي انا ساكن بالصالحيه والمستشفى بالمساعديه، والله اني جيت زي المجنون امشي الساعه 1 بالليل يا رجل. تعرف شلون امشي وصغير سن بول متوسط، والله وقفوا عندي 2 حسيت اني فيلم رعب. وقف عندي قال لي وصلك، قلت له ها وناهج. كان فيلم رعب كنت خايف. خلينا نشغل الموسيقى. وقفوا عندي 2 قالوا خلنا نوصلك، قلت لهم لا، ونهج وادخل حاره واطلع حاره. خفت حيل ويلا وصلت البيت بعد معاناة طويلة. وصلت البيت والصبح ابوي صبحني ذاك المصباح فدع فيني، قال يلا قدامي للمدرسة الآن. قلت له أروح مو للمدرسة، لو تبني أروح للربع الخالي. ورحت المدرسة، ومن ذاك اليوم ما عاد يصدقوني إذا مرضت، ما عاد يصدقوني. أقول لكم الكارثة الأكبر من كذا، الكارثة أني مرة طلعت فوق جدار أمشي وكان التنك عند الباب. المهم اني طمرت من الجدار على التنك وانا اجي على راسي، وانا دردب وانا اطيح لك من الجدار على التنك على راسي، وانا ابزخ في الحوش واطيح اقول اي
راسي يمه، ويمروا لك اخواني من عندي طلعوا لي ولا حد يرد علي، تمر امي من عندي ما ترد علي، وابقى من بعد صلاة العصر لصلاة المغرب وانا طايح بالحوش زي كذا. بغيت اموت، مت هذيك مت. والله يا جماعة الخير ما حد جاني من العائلة حفظها الله ذاك الوقت، لاني دائما اسوي فيهم افلام وانا طايح كذا. كان معي نزيف ما ادري في راسي في وين، كأني كنت اصب دم من عند اذني. اخر شيء جاء ابوي دخل، هو يشوفني ولدي ناصر، ايه مالك يا ابني يا ابني، رفعني كذا اللي الدم يصب من عند اذني، وياخذني ويطير فيني للمستشفى يا رعاك الله، ويسووا لي اشعه ويسووا لي، والحمد لله عدت على خير. لا تسوي نفسك مريض، والله العظيم كنت امثل عليهم احيانا، اطيح اسوي نفسي، واخر شيء طحت من فوق الجدار ولا حد سمع علي ولا حد ناداني. اي والله يا بعد قلبي يا الحزين، وصلتك 30 في دكبيسه، ثبتك يا شيخ، ثبتك يا جعل ما حد يثبتني غيرك. يا جماعه الخير فرحوا حزين، عاوزين نفرحه، عاوزين نفرح حزين ونتابعه، تابعوه علشان تابعوه حزين عشاني. هي سائل يسأل يقول انت ما تنام، كل ما ادخل الايك توك الاقيك فاتح بث، وانا بسألك سؤال، يعني انا كل ما افتح بث القاك داخل، ليش؟ يعني ليه؟ سؤال، ليه كل ما افتح بث القاك؟ جاوبت عليك يا رعاك الله، جاوبت عليك يا 2008 بعد قلبي والله انت وياه، متزوج السعودية كلها. من هو متزوج السعودية كلها؟ من هو؟ الله يصلحكم ويرضى عليكم. خلونا نشوف كم صار لي معكم. اوه ماي جاد، بقى 8 دقائق، بقى 8 دقائق ويقول لي تيك توك خذ قسطا من الراحة يا ابو راشد. اعترف بقى محمد يقرب لك، محمد ابن خالتي، انت افضل مشهور يا F15، وانت افضل فانزة عندي. اللي يبي يتلني وينه؟ يتلك فين يا حبيبي؟ يتلك فين؟ يتلك فين انت وانت وعوارضك دي؟ ده انت ماخذ عوارض العالم كلها معاك. حبيب قلبي داود وانا احبك يا جماعة الخير. داود من اول البث هو ويانا، ثبت لكم تعليق داود، ضيفوه، يستاهل يستاهل حبيب قلبي. ندى تقول وش دلع ندى؟ اقولها نداوي، نداوياتها حبيباتها. ما تقول لي كم وحده متزوج. يا انا يا مي تزوجت بما فيه الكفايه. قراءة سورة البقرة بصوتي. تبي نقرأ سورة البقرة ان شاء الله، ان شاء الله. الله يرحمك يا عايشة، الله يجزاك خير يا ابن اليمن السعيد، الله يجزاكم خير، الله يجزاكم خير. دلع عبد الرحمن، رحمانياتا، رحمونياتا، رحمينو حبيب قلبي. صوفي ابن المغرب احبكم، صوفياتا، حتى احنا نحبك يا حبيباتا. لا يا امل لا، عندي اماني، عندي اماني، ويسألوني ليه احب، حبي ما حبه بشر. يسألوني، كنت أغني الأمانين ولا زلت أقول يا أمانين الجميلة عن عيوني لا تغيبه، لا تغيبه يا أمانين الجميلة، أنت أجمل من سكن في قلبي واستكن. يا أمانين الجميلة عن عيوني لا تغيبي، لا تغيبي يا أمانين الجميلة، أمانين الجميلة. ويا ليتني مثل جراح الهبيدة اللي يطري على بالي أعيده يا أمانين الجميلة. والله يا عين تستاهل اللي ثبتك، وروح يلا
ثبتك لله في الله. تستاهل يا عين. ثبت لكم حرف العينين، ضيفوا فرحوا. ضيفوه يا جماعة الخير، لا تروح بخاطره. ويسألونك عن أماني قل لهم يفنى الزمان وكل ما فيها ثاني، وتبقى الأماني في وسط روحي هي سيدة عمري وزماني. الله عليك يا ابو جراح العبيدة. والله يا جزاك الخير. نفسي اني اسلم على جراح العبيدة. تخيل انا عندي احلام وطموحات، لكن يا اخي لما اشوف جراح العبيدة يتكلم بكل ثقة اقول يا شيخ ابي اسب نفسي سبة حلوة كذا بأدب، اقول والله غير يصير شاعر اذا الشعر من بعد جراح ينعاف. قصدي الشعر من بعد جراح يزينه 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 مثل جراح في ساحة الشعر عنوان جراح العبيدة، ما مثله في الدنيا أبد. يا جهل اني ما ابكيك يا جراح العبيدة، والله انك تمنحني القوة. يا بعد قلبي يا داود الخالد، يا بعد عمري انت وياه، يا بعد عمري وحياتي كلكم 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 كلكم. هي أبى أقرأ عليكم آخر آية قبل لا أقفل يا جماعة الخير. قبل لا أقفل بقرأ عليكم هذه الآية. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله
والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم. هذه أواخر سورة آل عمران. حفظت هذه الآية في صف 5 ابتدائي. من أعظم الصور اللي دائما يعني أرددها بيني وبين نفسي يا جماعة الخير. فأسأل الله التوفيق لكم أجمعين أعزائي المشاهدين. كان هذا ختام بثي معكم لهذا اليوم. أسأل الله أن يرزقكم ويرزقنا سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. تقبلوا تحياتي أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء.